السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد محمود من قناة ملك الإيديت. أول حاجة نصلي على النبي كده، وما ننساش نشترك في القناة ونفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. ومعانا النهاردة فلتر السحاب. الفلتر ده روعة، من أحسن فلاتر اللايت روم اللي ممكن تشوفها يعني. أول حاجة هنضغط على علامة الزائد كده، نضغط ديفايس عشان نضيف الفلتر والصور، نحدد الفلتر والصور اللي احنا هنعمل عليها، ونضغط اد. وبكده زي ما انتوا شايفين الفلتر اتضاف معانا. اول حاجة هنضغط على الفلتر ماشي، وعشان تحمل الفلتر ده هتلاقي رابط التحميل تحت في الوصف، وهيطلب منك باسورد. الباسورد ده مكون من 4 ارقام، هقول رقمين في الفيديو وبعدها رقمين، يعني مش هقول ال4 ارقام على بعض، هقول رقمين وبعدين رقمين. ولو حابين اقول لكم طريقة عمل السحاب بالمنظر دوت، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وهنزل لكم الشرح ان شاء الله. اول حاجة بعد ما نضغط على الفلتر كده هنتك على ال3 نقط، وبعدين كوبي سيتنج، وننزل تحت ونعلم على اول واحدة، على اخر واحدة ولا ايه معلش، ونضغط صح، ونروح على الصورة كده مثلا، ونضغط 3 نقط وبست سيتنج. وزي ما انتوا شايفين كده حول السحاب من كده خلاه في حتة تانية كده. واول رقمين من الباسورد 2 7، اول رقمين من الباسورد 2 7. وزي ما قلت لكم في بداية الفيديو، لو حابين انزل لكم طريقة شرح السما تبقى كده، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ودي اول صورة معانا اهوت. ونروح على الصورة اللي بعدها، نضغط على ال3 نقط وست سيتنج زي ما انتوا شايفين كده، ده قبل وادي بعد. نروح على الصورة التالتة، 3 نقط وبست سيتنج زي ما انتوا شايفين كده، قبل وكده بعد. الصورة الرابعة، 3 نقط بست سيتنج، وادي قبل وادي بعد. وبكده يكون انتهى شرح النهاردة. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، وتكتب لي تحت في الكومنتات لو عايز طريقة عمل السحاب كده، اكتب لي تحت في الكومنتات. واخر رقمين من الباسورد 2 5، اخر رقمين من الباسورد 2 5.